اهلا بيكي في قناه انا وطفلي. لو ابنك بيصحى طول الليل او بتحس انه مش بينام نوم هادي ومريح، او لو جربتي معايا كل حاجه ولسه المشكله مستمره، يبقى خليكي معايا لاخر الفيديو، لاننا هنتكلم عن الاسباب الحقيقيه اللي ممكن تكون ورا اضطرابات النوم عند الرضيع، وهقول لك كمان على خطوات ونصايح متجربه من امهات فعلا فرقت معاهم جدا. اول حاجه هنتكلم عليها وهو يعني ايه اضطراب النوم عند الرضيع. النوم عند الرضع بيختلف عن الكبار. الطفل الطبيعي ممكن يصحى كل ساعتين 3 للرضاعة، لكن لو ابنك بيصحى أكتر من 5 مرات في الليلة ومش بيعرف يرجع ينام بسهولة، فده ممكن يكون علامة على وجود مشكلة. طب إيه هي أسباب اضطرابات النوم؟ تعالي نعدهم سوا. أول حاجة الجوع أو العطش، أبسط وأشهر سبب خصوصا لو الطفل لسه بيرضع، ممكن يبقى محتاج رضاعة قبل النوم أو بيصحى علشان جعان. تاني حاجة المغص والغازات، خصوصا في أول 3 شهور، الطفل ساعات بيبقى مش عارف ينام من المغص ويعيط فجأة رغم إنه شبعان ونضيف. تالت حاجة تغيير مفاجئ في الروتين، يعني مثلا زي السفر أو تغيير السرير أو حتى وجود صوت جديد في البيت، الأطفال حساسة جدا للحاجات دي. رابع حاجة التسنين، ودي مرحلة صعبة جدا على كل أم، الألم بيخلي الطفل مش قادر ينام كويس ويصحى يعيط كتير. خامس حاجة قلق الانفصال، وده بيظهر بعد الشهر السادس، الطفل بيبدأ يلاحظ غيابك وبيبقى مش مرتاح غير وانت جنبه. سادس حاجة هنتكلم فيها وهي عوامل مرضية زي التهابات الأذن أو انسداد في الأنف أو حرارة أو أي حاجة طبية بتضايقه. طب إزاي نخلي الطفل ينام كويس؟ تعالي نطبق عملي. أول حاجة لازم نعمل له روتين نوم ثابت، يعني اختاري وقت معين كل يوم للنوم وحافظي عليه. روتين بسيط زي تغيير هدومه، حمام دافي، حضن ورضاعة أو قصة هادية. تاني حاجة قللي الإضاءة والصوت، خلي الأوضة دايما هادية والنور خفيف علشان يعرف إن ده وقت النوم. تالت حاجة بلاش شاشات قبل النوم، الموبايل والتلفزيون بيأخروا النوم وبيزودوا نشاط الطفل بدل ما يهدى. رابع حاجة اللفة المريحة لحديث الولادة، لو الطفل لسه صغير اللفة بتخليه يحس بالأمان كأنه في بطنك بالظبط. بعد كده اتأكدي إنه شبعان ومغير الحفاضة، هي أساسيات بس بتفرق جدا. وأخيرا حضن دافي، مجرد إنك تحضنيه قبل النوم ده بيطمنه وبيخليه ينام أسرع. خليني أحكي لكم على موقف ظريف. مرة أم كتبت على جروب ابني مش عايز ينام غير على صوت الغسالة، بقت كل يوم بتجيب له فيديو الغسالة على اليوتيوب علشان ينام. صدقيني الأطفال عندهم ذوق غريب في النوم، جربي تلاقي صوت يريح ابنك. في حاجات تانية مهمة لازم تاخدي بالك منها. النوم الطبيعي عند الرضع من الولادة لحد 3 شهور بيكون من 12 ل 16 ساعة يوميا، ومن 4 شهور ل 11 شهر من 9 ل 12 ساعة يوميا، ولما طفلك بيتم سنة هتكون عدد الساعات الطبيعية للنوم عنده 10 ساعات يوميا. سؤال ليك، انت بتعملي ايه لما ابنك مش بيرضى ينام؟ اكتب لنا في الكومنتات ويمكن تجربتك تساعد ام تانية. واخيرا معلومة تانية لازم تكوني عارفاها، في دراسة بتقول ان الاطفال اللي بيناموا كويس في اول سنتين بيكونوا اكثر تركيزا لما بيدخلوا المدرسة. ولو لسه حاسة ان في حاجات كتيرة محتاجة تعرفيها عن نمو الطفل، ما تنسيش تشوفي الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة علشان يوصل لك كل جديد.